السلام عليكم. شاهد لحظة وصول ولي العهد المغربي مولاي الحسن إلى الجزائر لتشجيع المنتخب المغربي، والرئيس الجزائري يصدم المغاربة. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن مولاي الحسن أفضل ولي عهد في العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد وصول المنتخب المغربي بحمد الله إلى الجزائر برحلة جوية مباشرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن ولي العهد المغربي مولاي الحسن سافر عبر رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر من أجل مؤازرة المنتخب المغربي في هذه البطولة. وكان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي رحب به في الجزائر، واجتمع معه مطولا في القصر الرئاسي. وأكد المصدر أن الرئيس الجزائري تبون طمأن ولي العهد المغربي مولاي الحسن بأن المنتخب المغربي في بيته ووسط أهله وناسه، وأنه سيوفر كل الإمكانيات التي تساعد المنتخب المغربي من أجل نجاح مهامه في هذه البطولة والوصول إلى كأس العالم. وأكد المصدر أن ولي العهد المغربي مولاي الحسن كان مندهشا من هذه المقابلة والاستقبال المبهر من الرئيس الجزائري تبون، وأكد أن هذه العلاقة من الممكن أن ترجع العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين. وأكد مولاي الحسن أن الجزائر والمغرب بلد واحد وشعب واحد أيضا، ولا بد من نزع الفتنة بين البلدين، ولا بد أن ترجع العلاقات بين الجزائر والمغرب، لأن الخصام يزيد من الكراهية بين الشعبين. وأمر الرئيس الجزائري أن إقامة ولي العهد المغربي مولاي الحسن والوفد المرافق له سوف يقومون في الجزائر على نفقة الدولة الجزائرية. وفي النهاية عزيز المشاهد، ما رأيك فيما حدث بين مولاي الحسن والرئيس الجزائري تبون؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.